قبل ما نبدأ حلقتنا النهارده حابب أسألك سؤال. انت كم مرة حصل معاك موقف ان انت قعدت مع شخص وقعدت خدت وديته الكلام معاه يعني، وقلت ان هو ده الشخص المناسب و the perfect one for me وخلاص هي دي العوض واللي انا مستنيه وكده، وفي الاخر طلع خازوق وكلت على قفاك يا معلم. انا عارف ان السؤال ده بيحرك في دماغنا ذكريات زي القرف ومش حابين نفتكرها، ولكن بما اننا في الحلقة دي هنتكلم عن I can fix him I can fix her، الشخص المؤذي اللي بيخش حياتنا، فلازم نسأل السؤال ده. فكوباية الشاي بتاعتك واستمتع، واهلا بيكم في تاني حلقة من فيروز بودكاست. كتير كتير جدا في اوقات بنبقى قاعدين بنقابل ناس او نتعرف على ناس جديدة، بيكون عايزين نعرف يعني من التعامل معاهم للوهلة الأولى ولا اللحظة الأولى بيبان إن هم أشخاص بيرفكت، احسن ناس ممكن نقابلهم في حياتنا. ممكن لمجرد تقابل شويه اراء او شويه افكار تحس ان هو ده البيرفكت وان ليك، او هو ده الشخص المناسب ليك، الشخص اللي خلاص انا عايزه، يعني عايز يفضل صاحبي على طول، عايز نفضل مع بعض على طول. وبعد كده الصدمه اللي بتحصل ان بعد شهر او شهرين الموضوع بيبقى عكس التوقعات تماما. ده بيقودنا للكونسبت او المصطلح بتاع I can fix him I can fix her، اللي هو لما انت تتعرف على شخص، تتعرف على واحده، فانت هي مختلفه عنك تماما، انت مفيش 1% شبه، انتوا مش راكبين على بعض زي ما بيقولوا، ولكن لمجرد مثلا ان هي بتهتم بيك بتهتم بيك، وده بيكون فيك انترستنج، فيك ان هو مش حقيقي، هو مجرد ان دي زي ما بيقولوا فرحة البدايات، ان هو احنا قاعدين مع بعض وبنتكلم فخلاص، يعني مجرد التواجد في الحياة عامة، او التواجد معاه بيكون بيخلق اهتمام فيك انترستنج او اهتمام كاذب، ان هو بيهتم بيك لفترة صغيرة، ان طولت قوي بتكون يعني just 4 months، 4 شهور مش اكتر. ف ده بعد كده بيخلق عندنا حالة صدمة. طيب ايه السبب اصلا اللي ممكن يخلي شخص آه، يروح لشخص، او ان هو يقول ان الشخص ده بيرفكت، او ان هو يتنازل عن ال الاختلافات وعدم تقبل اراء، او ممكن كمان احيانا الاختلافات اللي بتحصل في المشاكل، وان هو لا، ما الشخص ده مش مناسب ليا، ولكن ايه السبب اللي يخليني اكمل معاه او اختاره او اتنازل عن كل ده بسبب ده. وفي الحقيقه ده بيقودنا لواحد من اكبر الاسباب اللي ممكن تخلي شخص يتنازل عن الاختلافات وعدم تقبل الاراء، وان الشخص ده مش شبهه، وان هو ممكن احيانا بتحصل ان هو مش مرتاح معاه. بيقودنا لسبب ان هو الشخص ده فاقد الاهتمام، فاقد الحب، حاسس بالفراغ في حياته. بمعنى ان انت شخص مثلا ممكن نقول مثلا ان انت شخص عايش لوحدك، خلاص يعني شاب مسؤول، عندك مثلا 20 21 22 سنه، فانت مثلا منفصل عن اهلك، قاعد لوحدك. فانت مثلا ما بتلاقيش حد يهتم بيك، ما بتلاقيش حد يتكلم معاك، ما بتلاقيش حد يديك مشاعر مثلا من المشاعر اللي الانسان بيحتاجها. بتبتدي ان انت تدور على المشاعر دي بره، بتبتدي ان انت تشوف حد يملى هذا الفراغ. طب يملى هذا الفراغ، والله لو هو اسوأ شخص في الدنيا، مجرد انه يعني يقول لك كده، لو هو اسوأ شخص في الدنيا يكفيني ان هو بيهتم بيا. لا، هو مش يكفيك انه يهتم بيك، ده غلط، ده غلط تماما. انت بتتكلم في نقطة ان هو لا، انت بعد كده هو هيفقد الاهتمام وهيفقد الشغف اصلا ناحيتك، مش هيبقى قادر ان هو يديك اهتمام تاني بتاع، لان هو اصلا شايف ان هو انت مش شبهه وانت مش راكب معاه. طب انا ليه اهتم بحد مش شبهي؟ بيبتدي آه، فترة بقى اللوز انترستنج، وفكرة يعني فترة ان انت خلاص مفيش اهتمام، مفيش اي حاجة، انت مش عايز اصلا الشخص ده تاني، ولكن انت محرج او مكسوف، يعني هو مكسوف انه يقول لك ان انا لا، انا مش عايزك في حياتي، انا مش عايزك معايا تاني. فالموضوع بعد كده بيسبب صدمة، بيسبب ان انت لا، شخص مش يعني تحس بان انت، يعني في ناس بتحس ان هو لا، انا خلاص مش هثق في الاشخاص تاني، وناس بتحس ان ممكن يكون العيب فيها، العيب ان هو يعني اترفض، او ان هو مثلا الشخص ده مبقاش عايزه، ده عيب فيه، مع ان هو ممكن ما يكونش عيب فيك ولا حاجه برضو تعيبه، لان هو اصلا كان الاختيار غلط من الاول. كونسبت اي كان فيكس هيم او اي كان فيكس هير ده
انا شايف من وجهة نظري ان هو كدبة كبيرة قوي، لانه مفيش حد بيتغير بسهولة، ومفيش حد بيغير حد. يعني ما مش هقول ان مفيش حد بيتغير، لان الناس بتتغير، ده مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حالها، حتى الناس بتتغير. ولكن مفيش حد بيغير حد. مستحيلة من رابع المستحيلات ان ان انت تغير الشخص اللي قدامك الا لو هو عايز يتغير عشانك. طب هو لو مش عايز يتغير عشانك، هيبقى انت هتغيره ليه اصلا؟ هتغيره ازاي؟ طيب ما يبقى ليه؟ يبقى ما بلانا غير وجع القلب بس، اللي هو انا هوجع قلبي عشان شخص ليه؟ دي القصه. ما فيش حاجه اسمها اي كان فيكس هيم، ما فيش حاجه اسمها اي كان فيكس هير. يعني انت تشوف مثلا ان واحده مثلا تشوف ولد مش عارف عجبها شكله وبتاع، ممكن عجبها البوزيشن بتاعه او الحاله الاجتماعيه والماديه والى اخره، بس هو ريد فلاج. هو ريد فلاج، مش هو مكتوب كده على جبينه ان هو ريد فلاج بجد. بس طلعت I can fix him. يو ويل نوت فيكس هيم، وهيديك على قفاكي. هو مش هتصلحيه، هو هيديك على قفاكي. نطلع من كل الموضوع ده بان هو ثلاث حاجات. اول حاجه، لازم انت تكون الداعم الاول لنفسك، وانك تبقى الشخص الاوحد المستوحد، الاونلي وان سورس اللي بيدي الدعم والاهتمام والحب والمشاعر والحنان والاهتمام وكل حاجه لنفسك. انت بتدي لنفسك، انت تدي الدعم لنفسك اتس اوكي. يعني مش بتاع والله يجي حد اهتم بيك ودلعك وطبطب ودلع بيس، اتس اوكي. ما طبطبش وما دلعش، مش فارق معايا، عادي يا باشا. ما يعني ما براحته، انا كده كده بدعم نفسي، انا كده كده بطبطب على نفسي. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم تتأنى في العلاقات. يعني تتأنى في الاختيار الصح، في اختيار الشخص. والله انا الشخص ده تمام، والله اعرفه بس الاول كده، ونتكلم مع بعض وندردش ومش عارف ايه وبتاع. قربنا مع بعض، قربنا من بعض كده ودينا مع بعض. والله الراجل ده زي الفل، فضل ونعمة من الله. مش زي الفل، اتكل على الله. فما تتسرعش لمجرد ان انت تاخد اهتمام جاذب، حب كاذب، مشاعر كذابه، لان بعد كده انت الموضوع هيأثر عليك نفسيا، وبعد كده هيأثر بقى على شغلك وحياتك وتعاملك مع الناس وبتاع. هو ليه ابعاد بعد كده انت مش هتحسها الا لما يحصل، وتقعد بقى تعيط بالليل على السرير بعد الساعه 12، تشد البطانيه على وشك وتقعد تعيط وتصدعنا. بس يعني ما انت فهمت انا عايز اقول لك ايه. بس تالت حاجه، حاول ان انت تاخد الاهتمام. لو انت شخص مش قادر تدي لنفسك الاهتمام، وده بتحصل، الموضوع ده بيحصل، انت مش قادر تدي نفسك الاهتمام، خده من حد يكون موثوق. خده من حد يكون موثوق ليك. والله اهلك بقى، اخواتك، اصحابك القريبين قوي، اللي هو انتوا بيست فريندز، او مش شرط بيست فريندز. والله مثلا اصل بص، هقول لك، كل واحد فينا عنده شله كده متدكنه على جنب، ما بيقولش عليها لحد، وما بيصوروش وما بينزلوش، ومحدش يعرف انهم اصحاب اصلا، بس هم اصحاب وقريبين من بعض جدا. والله اصحابك بقى بتوع ابتدائي انتوا لسه اصحاب، فبتعمل بتتصوروش وما بتعملوش، بس وقت ما حد فيكم محتاج حاجه بيكونوا موجودين. بتوع اعدادي، بتوع ثانوي، بتوع كليه، ايا يكن. يعني في ناس بيبقى عندهم اصحاب من الجيش اصلا. يعني لو يعني عافانا وعافاكم الله، الناس اللي دخلت الجيش هتلاقي ان اصلا عندهم صحاب من الجيش، من الناس من محافظات تانية بقى، ايا يكن، بس بيبقوا مع بعض على طول بعد كده بقى، اللي هو بيتواصلوا مع بعض. خد الاهتمام من حد يكون محل ثقه ليك، انما ما تروحش تتعرف على شخص جديد عشان يديك الاهتمام. دي قاعدة، خدها اعملها بقى، حطها حلقة في ودك، اكتبها على ايدك في كشكول في ورقة، علقها، اتصرف. لما تحب تاخد اهتمام وحب وحنان ودلع وطبطبة ودعم وتشجيع وبتنجان، خده من شخص محل ثقة. والله امك، ابوك، اخواتك، عيلتك، والله بنت خالك، بنت عمك، ابن عمك، اتصرف. صحابك بتوع زمان، صحابك القريبين. انما ما بتروحش تتعرف على واحد جديد تاني من اول وجديد عشان يديك الاهتمام، وترجع تاخد الخازوق. لان تفضلوا بقى تنزلوا صور، اخويا، ابن عمي، مش عارف ايه بتاع، شهرين بالظبط وبلح كل ده بيروح، ما مملكين بعض اصلا، الصور طارت من الفرحه يا بابا. ف خف على نفسك. قلبك مش لعبه، مشاعرك مش لعبه. ما تستنزفش نفسك وطاقتك، لان انت اصلا بتبقى محتاجهم بالعافيه عشان تشتغل، عشان تعمل حاجه في حياتك. انت اصلا خدها كده يعني،
حطها قدام عينك ان انت العلاقه بتكون عشان انت ترتاح نفسيا، العلاقه بتكون علشان انت تكون احسن، سواء كانت بقى علاقه حب، علاقه صداقه، وات ايفر. العلاقه بتكون عشان انت تبقى شخص احسن، وحط شخص احسن دي بين قوسين بس. ومش هطول عليكم اكتر من كده. دي اول حلقه اعملها من غير سكريبت، فلو طلعت حلوه قولوا لي، ما طلعتش حلوه وعايزين يبقى مكتوب سكريبت وبتاع، بس انا بتخنق من قرايه السكريبت، فهي ان شاء الله تطلع حلوه. طلعت حلوه طبعا ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير، وتعملوا لي كومنت وسبسكرايب، تفعل زر الجرس، وتقول لي في الكومنتات ايه رايك في الكلام ده، وانت بتختار الشخص ازاي، وخدت كام خازوق في حياتك. مش هقول لك انك خدت ولا لا عشان كلنا خدنا خوازيق، خدت كام خازوق، واقل خازوق مش هاخد حاجه يعني، خلاص بس. ومهم يعني هتلاقوا اكونتات البيج بتاعت شبكتنا الجميله، شبكه هوت سبوت ميديا، على التيك توك والفيسبوك والانستجرام. اعملوا لنا فولو هناك، مع يعني رجاله تمام، والحمد لله ان هم يعني مستضيفيننا لحد دلوقتي، يعني ان هو لسه مستضيفيني لحد دلوقتي وبعمل برنامج. دول الناس تمام، دول الناس، دول مش هيدوني خازوق، دول الناس انا اخترتهم صح. بس تصبحوا على خير، السلام عليكم.